أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات. في الفيديو دوت انا هروق الشقه كله في نص ساعه. كنت مضغوطه جدا عشان والدتي عملت عمليه، عملت عمليه المراره وكانت تعبانه جدا وكانت محجوزه. وكنت الفترة اللي فاتت ما بين كنت بدهن في البيت، بعمل الدهانات وهي في نفس الوقت كانت محجوزة. كنت كل شوية أروح واجي عليها في المستشفى لغاية ما الحمد لله خرجت بالسلامة. اليوم دوت بقى أنا طبعا بما إن عندي حاجات كتير في البيت وبرضه في نفس الوقت ما ينفعش أسيب أمي، يعني لازم أراعيها. فكنت هي معايا في نفس البيت، هي ساكنة في الدور التاني وأنا ساكنة في الدور الأخير. فكنت بنزل كل يوم الصبح اشوف طلباتها، اجيب لها فطار مثلا، اجيب لها حاجات اللي هنعملها غدا. اختي كانت بتيجي تعمل لها الغدا، كنا مقسمين نفسنا كده اهوت. وعلى اخر اليوم مثلا اشوف الاول طلباتها الصبح، اكل وشرب، عايزه حاجه من السوق واجيبها لها. وعلى اخر اليوم ممكن انزل اقعد معاها شويه عشان في ناس بتيجي تزورها. طبعا لما يجي حد يزورها لازم حد يضيفهم وحد يبقى قاعد معاهم، وهي متقدرش تتحرك دلوقتي. فكان ضغط عليا جدا ان الفتره ديت انا بدات دهانات في الشقه قبل ما والدتي تعمل العمليه، فطبعا ما كانش ينفع اوقف. فكنت رايحه جايه عليها، وعلى اخر اليوم اجي مثلا اشتغل انا وجوزي في الشقه جنب شغل القناه والتصوير. فكان ضغط عليا كبير جدا. انا بحكي لكم القصه يعني عشان اقول لكم اليوم دوت اللي بصور فيه الفيديو. انا بدات التصوير من الصبح، بس والدتي كلمتني قالت لي انزلي عايزه اعمل حاجات. فنزلت شلت لها الستاير وعملت لها حاجات تحت في الشقه. ورحت كمان السوق، جبت لها كل طلباتها وكل حاجتها. فاليوم دوت انا اتاخرت، يعني اتاخرت في التصوير واتاخرت في تجهيز الغدا، وكمان الشقه كانت عايزه تتلم، كان الغسيل كان على الحبله. فقلت لازم اعمل اللي اقدر عليه. فعملت الام اللي هي عايزاه الاول، بعد كده طلعت عملت الغدا عشان ما اتاخرش. كان الغدا واقف على الرز بس، قلت اعمل الرز قبل جوزي ما يجي على طول بنص ساعه. فجوزي جه بدري، يعني كانت الساعة 5 داخلة بعد ما كل الحاجات دي أنا عملتها. كانت الساعة 5، جوزي جه بدري فكان لازم ياكل طبعا. وجه وأنا بدأت خلاص، بدأت الترويق ولميت الغسيل، يعني جه في اللحظة ديت فكان لازم أخلص في نص ساعة. قلت له أنت جيت بدري وما كلمتنيش ولا قلت لي إن أنت جاي، فتستنى نص ساعة لغاية ما ألم الشقة دي كلها، لأن الفرش بتاع التنجيد دوت الشلت بتنزل فتافيت، السفنج بتاعها بقاله فتره فمفرول، فاولادي طبعا ما ينفعش اسيبه في الارض كلها فتافيت. هوريها لكم في الاخر فتافيت من السفنج، فما ينفعش اسيب الدنيا كده واروح اخش المطبخ. ولادي يفضلوا طالعين داخلين بالزباله، يطلعوا على السرير، يطلعوا على الانتريه، يطلعوا معرفش على ايه. مش هي زي ما انتوا شايفين كده، يكون يعني حته نضيفه يوسخوها لي، يعني لازم اخلص كله في نص ساعه. فقلت خلاص مفيش ورايا غير انا الم الشقه كلها في نص ساعه، وجوزي يستنى النص ساعه ديت لغايه ما اعمل له الرز. فعلا بقى قلت خلاص النص ساعه ديت هلم بيها الشقه كلها. شغلت الكاميرا وما فصلتهاش، هتاخدوا بالكم دلوقتي ان انا ما فصلتش، مش هفصلها معاكم خالص، هفضل ايه الكاميرا تمشي معايا في الشقه كلها. وقلت هكنس الشقه كلها والمها، وتاني يوم ان شاء الله هصور لكم فيديو بقى. عايزه افرش وعايزه اغير الستاره دي. الستاره دي لسه هشتري واحده جديده ان شاء الله على حسب ما يتوفر الفلوس بتاعتها. والكمبيوتر اللي قدامكم دوت ده مش مكانه. طبعا الحته دي هتبقى كده هو ساده. ممكن في المستقبل ان شاء الله لما ربنا يسهل اجيب لها ترابيزه شيك كده هوت، اللي هي بتبقى الترابيزه اللي هي 60 سنتي صغيره دي، اللي بتبقى عريضه طولها تقريبا بتاع 120 وارتفاعها بتاع 60 الصغيره. في المستقبل ممكن اجيب لها ترابيزه شيك. الكمبيوتر مش مكانه هنا خالص طبعا عشان انا طلعته من اوضه الاطفال وخلاص فرشت اوضه الاطفال ووضبتها، والفيديو نزل لكم، اللي متفرجش عليه يخش يتفرج عليه، جميل جدا هيعجبكم. الاوضه بقت تحفه. الصاله بقى ناقصه حاجات برضو، ناقصه سجاده، ناقصه ستاره، ناقصه الترابيزه اللي بقول لكم عليها ديت. ان شاء الله برضو في المستقبل قدام كده هو عندي طموحات كتير ان شاء الله اعملها معاكم واحده واحده. ان اجدد الفرش بتاع الانتريه. شايفين الانتريه دوت؟ الانتريه دوت خشب وزان حلو جدا، بفكر احوله الركنه بس قدام شويه، ممكن على السنه الجايه ان شاء الله. وده كمان منظر اوضه النوم، شايفين منظرها بشع. كل ما اقول اخش انضف المرايه ديت واخلصها مش عارفه. بالليل خالص فديت بعد ما خلصت كل اللي ورايا.
قعدت بقى طبقت الغسيل دوت وشلته. كنت اصور لكم بس قلت مش لازم كل حاجه طبعا بتصور، على حسب الوقت اللي انا فيه. فقعدت خلصت الغسيل بالليل، وتاني يوم ان شاء الله اصور لكم بقى الفيديو وانا بفرش الاوضه. ده الحوض اللي انا جبته للمطبخ. هعمل معاكم المطبخ بس كنت عامله لكم مفاجاه، يعني هغير الرخامه ان شاء الله وهغير الحوض. اشتريت الحوض وركنته على جنب كده لغايه ما يتوفر الفلوس بتاعه الرخامه، هروح اجيب الرخامه. في ناس بتقول لي مثلا على قد امكانياتك هات الرخامه اللي هي لونها رمادي او اللي لونها بيج. بصراحه انا نفسي اعمل الرخامه اللي لونها اسود، بس فرق طبعا في الفلوس. فقلت لا، اصبر شويه واستنى لما اعمل لنا الحاجه اللي انا عايزاها، لان طبعا الحاجه احنا مش بنعملها كل يوم. دي حاجه هعملها مش هقدر اغيرها تاني. شايفين منظر بقى السفره من شكل البياض والحاجات. انا لسه في حاجات ما خلصتش معايا في الشقه. طبعا جوزي التوضيب والدهانات بتاعت حجرة الأطفال طلعت تحفة. الصالة برضو جميلة. فاضل لي حيطة في أوضة النوم هيغيرها لي، قال لي اعملها لك مفاجأة برضو. فعشان كده الدهانات موجودة، ولسه الخشب برضو هنعمله مع بعض، هنوضب الخشب مع بعض. ولسه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل السلم كمان، هنضف السلم هبيضه كله. الدور اللي فوق انا في الدور الاخير، هاخد دور السطح وهنزل بيه لغايه الدور اللي تحتيه. يعني هعمل دورين مع بعض. انا طبعا عشان في الدور الاخير والبيت دوت بيتنا الحمد لله. مش مأجره من حد غريب، يعني انا مأجره من والدتي. واول مره اقول لكم الكلام دوت. طبعا انا اول ما دي قصه تانية هحكيها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. يعني بدفع ايجار بس يعتبر قاعده في ملك. فالبيت دوت بتاع والدتي وبتاع خالتي، فانا قاعده فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبتعامل فيه كانه ملكي. وبطلع السطح انا اللي منضفاه وموضباه وبعمل فيه كل حاجه. يعني انا اللي منضفه ومسؤوله عنه. فعشان كده يعتبر انا قاعده براحتي الحمد لله، لان الحاجه بتاعتي انا ووالدتي مش بتاعت حد غريب. فعشان كده بقول البيت دوت بيت ملك الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبقى احكي لكم القصه بتاعته في فيديو تاني خالص، لان قصته طول يا جماعه. كده ورجعت كل حاجه مكانها في النيش. ووضبت كده هو حطيت كل الحاجات الخاصه بالدهانات حطيتها تحت الترابيزه. وهبتدي كده هو لو خدتوا بالكم ان انا ما فصلتش الكاميرا، ان انا عماله الف بالكاميرا مكان كل حاجه. اوضه الاطفال زي الفل نظيفه ما شاء الله. بصوا ايه رايكم في الحاجات الحلوه ديت. والفرش لسه فرشاه امبارح وصورت لكم الفيديو ونزلته لكم. هكنسها بس من على الوش. حطيت فيها الشلت بتاعه الانتريه عشان اولادي ما يبهدلهاش لغايه ما اخلص والم الدنيا كده. وامسح كمان وافرش السجاجيد. ده ممكن افرش عشان الدنيا صيف عندي، ممكن افرش حافظه مش لازم سجاده. ومعرفش ايه اللي بهدل الجلابيه بتاعتي كده من ورا تراب، مش عارفه من ايه. كده انا خلصت اوضه الاطفال. نوم كنستها وفيها غسيل. بالليل ان شاء الله هنروح للغسيل. برضو المطبخ مخلصاه، بما اني كنت واقفه بعمل الطبيخ فطبعا ما فيهوش مواعين، لان انا من الناس اللي بتحب وهي واقفه تطبخ ما تكركبش الدنيا، لا تلم الدنيا. بصي كميه اللي هو اللي اسمه السفنج اللي نازل من السفنج بتاع الشلت بتاع الانتريه. بص قد ايه اخضر. فدوت بهدل لي الدنيا بجد، خلي كل حاجه فيها السفنج دوت وهو ناعم وكان بيدخل في عين الاولاد فبهدل لي الدنيا. بعد كده بقى هنقضف السلم على قد ما اقدر. برضو السلم فيه حاجات بتاع الدهانات في السلم، في السلم الحديد وفي الكرتون اللي كنت بفرشه وانا ببيض، فلميته برضو على قد ما اقدر. وفي كراكيب. وده اللبس بتاع جوزي اللي كان بيلبسه وهو بيشتغل. كنست السلم. بحب برضو لما اكنس السلم بكنسه الدور بتاعي، يعني بجيب الدور بتاع السطح الاول وبجيب كمان الدور يعني دورين، دوري والدور اللي فوق لغايه الجيران اللي تحتينا. الجيران اللي تحتينا ما شاء الله ناس كويسه جدا محترمه جدا، ربنا يحفظها ليها ولابنها يا رب. يعني في ربنا ساعات بيرزقك بجيران كويسين وساعات بيرزقك بجيران يعوذ بالله. فاحسن حاجه جار كويس يا رب. الحمد لله الناس من الناس المحترمه اللي يعني ربنا رزقني بيها وانعم عليا بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلت بقى اعمل كوبايه قهوه كده اهوت، لان انا فصلت شحن وكده اليوم خلص. ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.